حياكم الله مشاهدينا من جديد، والله يرزقكم بفرحة مثل فرحة فوز نادينا الغالي وفخر العرب العين الإماراتي أمس على ريفر بليت الأرجنتيني، الفريق اللي قهر بوكا جونيورز حتى يلاقينا عشان نهزمه. فرحة وفخر واعتزاز بما قدمه العين الإماراتي كانت في عيون كل العرب من محبي وعشاق كرة القدم أمس، وحتى اللي ما يتابع الكرة تابع مباراة أمس. ليلة من أجمل الليالي اللي مرت على الكرة العربية، والعين في نهائي كأس العالم للأندية وقد يتوج به. ليش لا؟ قلنا من قبل في صباح الدار ان العين اصبح مرشح للفوز بالبطوله بعد ادائه امام الفريق الكبير نادي الترجي التونسي، وتفائلنا بنادينا ودعمناه وبنظل ندعمه حتى التتويج بالبطوله باذن الله. اللي سواه العين فخر يكفينا ولاعبيه يستحقون كل الشكر. مشاهدينا اليوم معانا في فقرة كأس العالم للأندية الكابتن حامد سعد لاعب نادي بنياس السابق لتحليل الأداء الكبير اللي قدمه نادي العين وتحليل منافسيه في لقاء النهائي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير اخويا راشد، وشرف لنا تواجدنا معكم. اولا طبعا الفرحه ما لهاش حدود سواء من الدول العربيه او مقيمين. اولا نبارك لاصحاب السمو الشيوخ الشيخ خليفه بن زايد حفظه الله، واسمه الشيخ محمد بن زايد، واسمه الشيخ محمد بن راشد. وطبعا البطوله في عام زايد وعلى ارض زايد، ووصل للنهائي اولاد زايد، فده شرف وفخر للعرب كلهم. احنا كنا نقول محمد صلاح فخر العرب، النهارده بنقول العين فخر العرب. ادوا اداء مشرف. كان في اخطاء فرديه في الشوط الاول، بس من بدايه المباراه وفي الدقيقه في الثانيه 27 وعن طريق كايو والضربه الحره المباشره، وبعدها مباشره راحت ضربه ركنيه واحرز الهدف. من البدايه انا توقعي ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه، مع ان كان في اخطاء فرديه في الدفاع، بس الحمد لله وده اللي احنا اتمناه الفرحه. طبعا احنا بنستمر طبعا في النقاش، لكن قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نبدا بنذكر المشاهدين بمواعيد المباريات المتبقيه. اللقاء الثاني من نصف نهائي البطوله اليوم بين ريال مدريد وكاشيما أنتلرز الياباني الساعه 8:30 بتوقيت ابو ظبي. اللقاء المنتظر نهائي الفخر بين نادينا العين الاماراتي والفائز من ريال مدريد وكاشيما سيكون باذن الله يوم 22 ديسمبر في 8:30 ايضا. كابتن حامد، ذكرت عن موضوع الأخطاء الفردية. أنا كنا قبل ما نبدأ أقول لك لما جاء الهدف الأول أنا الأهداف المبكرة تنرفزني، تفضل متنرفز طول المباراة لأن باقي 90 دقيقة خلينا نقول. أنت تقول لا طبعا ان الهدف المبكر حسيت انه خلاص العين في النهائي. الهدف المبكر حسسني ان العين في النهائي، لان اللي بيلعب الكرة او يعيش الملعب الاجواء بخلاف اللي بيشاهد المباراة من بره ان كان لاعب سابق او غيره. بس الاهلي لما بدا العين لما بدا المبادره في قدامه مجال طويل، لا قدر الله لو حصل التاخر نفس مسار في المباراه وتاخر 2-1 بين الشوطين كان في جاب يقدر شغل المدربين وشغل التكتيك ان هو يقدر يعدي الاخطاء دي، وبالفعل ده اللي حصل في الشوط الثاني. العين كان افضل، كان عندهم كايو متميز جدا، عمل اداء رائع وكان بيلعب بثقل وتقل في الملعب. وعندنا طبعا الحارس خالد عيسى ما شاء الله علينا. فكرني في المباراه امس بالكابتن علي خصيف حارس منتخب الامارات في كاس العالم الماضي للانديه ضد كريستيانو لما تصدى لهجمات ريال مدريد. وان شاء الله خالد عيسى هو اللي هيكون سبب ان العين وبمجهود لاعيبه العين ان هم يوصلوا للنهائي ياخدوا البطوله كاس العالم ويكون فعلا فخر العرب نادي العين. طبعا الصحافه العالميه كلها تتكلم عن انجاز العين البارحه، لكن في لقطه انا لازم اسالك عنها. لمسه اليد الغير محتسبه البارحه على ريفر بليت، شفتها؟ شفتها. هل هي لمسه يد؟ صراحه لا، مش لمسه يد، لان كثير من الناس قالوا لا ان هي لمسه يد، فكان المفروض تنحسب ضربه جزاء لا مو بلمسه يد. وكمان الجول اللي اجى لحسين الشحات تسلل. فالامور واضحه، والحين التقنيات اللي موجوده نعم. في الرياضه تحسم الموضوع. طيب اتكلم شويه عن نصف النهائي الثاني اللي بين لعب اليوم فريق الياباني وريال مدريد. اول شيء من تفضل انه يلاقي العين؟ انا يفضل من وجهه نظري انا يكون ريال مدريد. فريق كاشيما الياباني فريق محترم، ودي ثاني مباراه لعب مرتين ضد ريال مدريد، ولعب في نهائي كاس العالم 2016 ضد ريال مدريد وخسر بنتيجه 4-2. وفريق كاشيما يمتاز بالسرعات وعنده خط هجوم قوي وسريع.
لان قصر القامه عندهم مع سرعتهم بتفرق معاهم كتير. عندنا غياب كريستيانو رونالدو في حال فوز ريال مدريد وملاقاة النادي العين في المباراه النهائيه، ده ممكن يحسم الامور شويه. احنا عندنا طبعا غياب عموري وغياب كريستيانو، فالمصلحه والارجح اصحاب الارض اصحاب الجمهور والدعم من الشيوخ هيكون في صالح مصلحه نادي العين. وان شاء الله النهائي انت تفضل ريال مدريد عشان وضعه في الضعف الحالي اللي يمر فيه، ولا لا يفضل ريال مدريد مش عشان الضعف اللي هو فيه، عشان الروح القتاليه اللي هتكون عند لاعبي العين، لان هم هيلعب ضد لعيبه نجوم وستار على مستوى العالم، وكل يتمنى ان هو يلاقي الفريق هذا، عشان كده هيكون الاداء اعلى وصدى الفوز اجمل اكيد طبعا ريال مدريد في النهائي. طبعا طيب طبعا مشاهدينا، من توقعات ضيفنا لتوقعات الجماهير العربيه اللي كانت معهم كاميرا صباح الدار في قبل النهائي ورصدت فرحتهم، خلونا نشوف. اخواننا اللعيبه ما قصروا في الشوط الاول، قدموا اداء جيد جدا ويعتبر ممتاز امام فريق كبير مثل ريفر بليت الارجنتيني. ريفر بليت الارجنتيني كان ما ننسى انه قبل اسبوع او تقريبا اسبوعين لعب نهائي كاس الليبرتادورس قدام بوكا جونيور وحرز اللقب، فالفريق اللي نلعب معاه مش فريق بسيط ابدا. مبروك لرئيس الدوله وشعب الامارات وجمهور العيناوي والوطن العربي الكبير فوز العين، جمهور العين طبعا، والحمد لله الحمد لله كانوا رجال وقد المسؤوليه وبيضوا وجوهنا صراحه ما قصروا. الف مبروك للجماهير العيناويه وللامارات كافه على الفوز، والحمد لله توفيق من الله والنجاح. العين النهارده ادى اداء مباراه عظيمه فعلا بجد، ومثال مشرف للعرب والفرق العربيه في البطوله، والواحد حقيقي ما كانش متوقع الاداء ده. فريق العين فريق عمل مباراه كويسه جدا، عمل مباراه فيها بطوله. نهديها الفوز لشيوخنا وفضل خالد وصلنا للنهائي، وان شاء الله نفوز على ريال مدريد. انا بشجع العين عشان فريق عربي، يعني حسين شحات دي اضافه طبعا، ومباراه الترجي حسين شحات اخذ حق الاهلاويه بالثلاثه، وان شاء الله باذن الله حسين شحات يجيب جون في ريال مدريد باذن الله. خالد عيسى كان متالق جدا ما شاء الله عليه، الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه، وهو يعني داعم الرئيس للفوز في المباراه هذه. خالد عيسى ما شاء الله عليه يعني زي السد العالي عندنا، يعني ده السد العالي بتاعهم كلهم رجال كلهم رجال، وخالد عيسى اثبت انه افضل حارس مش في الامارات بس، في الوطن العربي وفي الخليج الحمد لله، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله، والنهائي نبغى ريال مدريد، بنكسر راس ريال مدريد، بس هاتوا ريال مدريد. ان شاء الله طبعا البطوله عيناويه ومتفائلين نحن بهذه الجماهير. استعدادات ريال مدريد للقاء اليوم يبدو انها جاده وقويه بعد علامات الاستفهام حول ادائه في الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا، فهل يدخل ريال مدريد هذه البطوله بجديه لمصالحه جماهيره ام يعني نتوقع خسارته؟ لا، هيدخل ريال مدريد المباراه باداء قوي جدا، هو يمتاز بخط دفاع قوي ويمتلك نص ملعب قوي ويمتلك مهاجمين اقوياء ما عدا غياب كريستيانو. هو ليه الدفع عنده ان هتبقى ثاني بطوله على في ارض دوله الامارات، وثاني كاس عالم على التوالي، بالنسبه له هيكون الدفع اقوى من كاشيما. طيب يعني انا بتكلم عن ريال مدريد اكثر واكثر. فوز ان شاء الله العين على ريال مدريد في النهائي اذا تاهل ريال مدريد بيكون له صدى واسع، واتوقع ان لماذا اكيد انت فايز على يعني ريال مدريد في النهائي، يعني فواحد من الانديه الكبار او من اكبر الانديه في العالم بتاريخها، لكن ريال مدريد ليس ريال مدريد السنه اللي طافت، اكيد بعدم وجود رونالدو وبتغيير زيدان مش موجود، فيعني صحيح. طبعا المدير الفني مختلف، زيدان عنده عقليه كرويه بحته، ومكان لاعب ومكان مدرب، وعمل في تاريخ ريال مدريد اللي ما في مدرب هيقدر يعمله، يعني هو ساب ريال مدريد وقفل وراه الباب وراح. اللي هيجي يفتح الباب مش هيعرف يحقق النتائج اللي حققها زين الدين زيدان. غياب كريستيانو هيكون مؤثر معاهم في الخط الهجومي، بس هو يمتلك لعيبه نص ملعب، لاعيبه خط دفاع، يكفي مودريتش يعني. طبعا ده احسن لاعب في العالم، وعنده فتنس وقوه ومهاره، كل حاجه يمتلكها نص ملعب ريال مدريد، ده اللي هيميز ريال مدريد النهارده، اداء نص الملعب. نعم. استاذ حامد طبعا احنا مستمرين وياك، لكن اخر استعدادات للفريقين ريال مدريد وكاشيما الياباني بنتعرف عليها من قلب الحدث مع الاستاذ عبد الله القواسم الصحفي الرياضي بجريده الاتحاد. صباحك الله بالخير.
اسعد الله صباحك. حياك الله. الله يخليك. لو تخبرنا عن اخر استعدادات الفريقين لمباراه اليوم. يعني يوم امس كان يوم ماراثوني، كان في مؤتمرات صحفيه لكلا الفريقين. نعم. والتدريبات الرسميه النهائيه. تدريبات كاشيما كانت يعني تدريبات نمطيه اعتياديه، كل اللاعبين ادوا جاهزيه، ما في اي اصابات بحسب يعني المشاهدات والمطالعات على التدريبات اللي حدثت امس. بالنسبه لريال مدريد، ريال مدريد بدا واضحا معاناه ماريانو من الاصابه، حيث كان يتدرب في اقصى الملعب. بالنسبه لجاريث بيل وناتشو انخرطوا في التدريبات الجماعيه الاحمائيه امس، لكن كما هو معروف التدريبات الرسميه يعني تستمر لمده ربع ساعه فقط. نعم. للصحفيين. لم نعرف ماذا حدث بعد ذلك، بعد ربع ساعه الاولى. الاجواء داخل فريق ريال مدريد يعني بصراحه يعني لاحظنا في المؤتمر الصحفي الذي سبق التدريب الرسمي لريال مدريد، كان هناك يعني زوبعه من التساؤلات من الصحافه الاعلاميه، الصحافه الاسبانيه عفوا، والتحديد المدريديه موجهه لسانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد حول مورينيو، وكأن مورينيو يعني اختفى شبحه في شوارع مانشستر، لكن ظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية في مدينة زايد الرياضية أمس بشكل غريب، وكان تشعر أنه يعني سانتياغو في ضغوطات كبيرة عليه في الآونة الأخيرة بعد النتائج السلبية في الليغا وفي دوري أبطال أوروبا رغم تأهل الدور 16 من المسابقة. طيب أستاذ عبد الله، بس عايز أسأل حضرتك سؤال ممكن؟ تفضل. انت توقعك فوز العين بالبطوله خصوصا في ظل غياب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وغيابه عن ريال مدريد في النهائي ده، توقعك ايه؟ دائما الزعيم او الزعيم العناوي دائما في البطولات والاستحقاقات المهمه يظهر معدنه الحقيقي. هاي ثقافه متوارثه على مدار 5 عقود من تاسيس النادي ولغايه الان. الزعيم دائما اعتاد على خوض التحديات الكبيره وعلى تخطيها. اعتقد ايا كان منافسه في المشهد الختامي، وانا على الصعيد الشخصي اتمنى ان يكون ريال مدريد، لانه سيعطي للقب قيمه كبيره لفريق العين ولدولة الإمارات، ورصيد إضافي للدوري أنه ممثلها نجح في تحقيق هذا اللقب. فيعني بالتأكيد إنجاز سيكون لافت للعين وللإمارات والوطن العربي ولآسيا وللجميع إن شاء الله. إن شاء الله كلنا نفرح بالفوز بالبطولة يا رب. وبالمناسبة برضه يا أستاذ عبد الله، إحنا كمان عشان غياب كريستيانو عندنا غياب عموري، فعشان كل واحد ياخد حقه يعني. والله الزعيم بمن حضر، انت شفت يعني مباراة الامس يعني مباراة تاريخية، يعني انت تلعب امام ريفر بليت كان المرشح الاول انه يفوز في المباراة، لكن العين ورغم كمان حتى انه يعني اطاح بفريقين ابطال قارات، الفريق النيوزيلندي ثم الترجي التونسي، وبعدين ياتي امام ريفر بليت المرتاح صار له حوالي اسبوع تقريبا الى 10 ايام بعد نهائي الليبرتادورس اللي حدث في مدريد، وكان خايض يعني مباراه صعبه. فيعني حتى بعد يعني في الاشواط الاضافيه جميعنا كنا يعني واضعين ايدينا على قلوبنا انه خايفين على العين في هذه الاشواط الاضافيه بسبب الجهد والحمل البدني الكبير امام فريق يتمتع بقدرات بدنيه هائله، لكن اثبت العين انه روحه يعني قادر على تخطي كافه العقبات والمستحيل. كل التوفيق ان شاء الله للعين الاماراتي في النهائي. ان شاء الله. استاذ عبد الله القواسمه الصحفي الرياضي بجريده الاتحاد، شكرا على هذه المداخله. شاكر لك، شكرا. كابتن، انا بختم معاك بسؤال اتوقع ان يتبادر الى اذهان الجميع. العين بيكون لاعب المباراه الرابعه، مباراتين منهم 120 دقيقه في 10 ايام. شكل خوف كبير على لياقه اللعيبه. لا ان شاء الله، هو اهم حاجه ان الحمد لله ما عندناش اصابات، ما عندناش لعيبه موقوفه، يعني التيم كامل ما عندناش اي مشاكل. عندنا الوقت ان احنا نجهز لمباراه ريال مدريد. طبعا نادي العين وادارته مش بيجهزوا لكاشيما، بيجهزوا ريال مدريد، وان شاء الله وجود ريال مدريد ضد العين هيبقى دافع قوي جدا للاعبي العين ان هم يقدموا وان هم يحققوا البطوله ان شاء الله، وتتحسب زي ما قلت لك في تاريخ عن زايد في ارض زايد ولد زايد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اختم معاك بسؤال وجاوبني، يعني توقعك للمباراه نهائيه. فوز العين ان شاء الله وبضربات الترجيح.